بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. اهلا بكم في كنيسه الانبا شنودة رئيس المتوحدين ببهجوره نجا حمروشية نجا حمادي. الكنيسه هنا طبعا الكل او اهل الصعيد يحبوا دايما الانبا شنودة رئيس المتوحدين، له ديره في سوهاج ومعروف لدى الجماعه الصعيده انه هو له بركته لدرجه صوم الرسل يسموه صوم الانبا شنودة، نتيجة ان بعد ما بينتهي العيد او بيجي عيد الرسل بيجي ورا عيد الانبا شنودة، فيسموا يطلقوا على الصوم ده اسمه صوم الانبا شنودة. ده هنا في الصعيد. الكنيسة هنا اتبنت سنة 1910. فكرة بنائها اتبنت مرتين. فكرة بنائها جت منين؟ كان بعد فك زمام الاراضي الزراعية كان في شخصية هنا يدعى داود تكلة، داود بيك تكلة، كان له مدرسة ما زالت في بهجوره، بناها برضو من ضمن الخدمات اللي قدمها سواء للدوله او للكنيسه. بعد توزيع الاراضي الزراعيه طلع في فدانين اسمها زوائد تقسيم. الفدانين دول فكر يعمل بيهم ايه؟ اتبرع بفدان يعمل فيه مدافن مسيحيه وفدان تاني يعمل فيه مدافن للاخوه المسلمين، فالفدانين كانوا جنب بعض، فعملوا المكان ده اللي هي المدافن اللي احنا مكان الكنيسه اللي احنا فيه مدافن المسيحيين، جنبينا على طول جنب السور مدافن اخواتنا المسلمين. وكانوا الشعب البهجوره لما يجي يدفن هنا كان يصلي في كنايس العذراء ماري جرجس والانبا بولا، وكان يجوا مشوار بعد الصلاه يجيبوا عربيات ومواصلات تجيب الناس المعزيين ويجوا للدفن هنا ويرجعوا تاني بنفس المواصلات لغايه ما يروحوا القاعه ويتقبلوا العزاء. ففكروا قالوا طب ما احنا نوفر المواصلات ده والعناء ده كله ونجيب مواصلات مرة واحدة، ففكروا يبنوا كنيسة هنا وسط المدافن ويسموها كنيسة المدافن، سموها على اسم الانبا شنودة. وفعلا سنة 1910 اتبنت أول كنيسة كانت مسقوفة بالعروق وخشب أو يسموه هنا في الصعيد أفلاق الشجر. الشجر بيتشق نصين وحطوه وسقفوا بالكنيسة. سنة 1972 شاب حريق في الكنيسة أكل الكنيسة كلها وما بقاش منها غير الحجاب وبعض أيقونات الكنيسة، ما مسيتوش النار ولا جت جنبه. سنة 1973 بدأوا تبنى الكنيسة من جديد اللي هي الكنيسة الحالية اللي احنا شايفينها دلوقتي. بنوها من تاني بس المرة دي بنوها بالطوب والأسمنت والمسلح، وحطوا الحجاب اللي احنا شايفينه ده. الحجاب ده يعتبر زي حجاب اثري اديله دلوقتي من سنه 1910، يعني عدى ال 100 سنه. بناء او اسسوا ان هم بنوا الكنيسه القمص استاسيوس واخيه خليل، والقمص جبرائيل واخوه القمص ميخائيل القمص شنودة. الثلاثة دول أو الأربعة دول هم اللي اهتموا بالكنيسة في الوقت ده واهتموا بتعميرها وبناها من الأساس. دي كانت البداية. نيجي بعد كده في فكرة تانية إنه كان في واحد ناظر للكنيسة اسمه الشيخ عازر، وسمي الشيخ عازر نظرا لأنه كان شيخ بلدة في بهجوره، شيخ بلدة بهجوره. الشيخ عازر ده كان مهتم بالكنيسة وكان بمثابة ناظر للكنيسة،
لغاية ما مراته تنيحت وجاب حاجته وابتدى يبقى إقامته كلها في الكنيسة إلى أنه اتنيح، وما زالت مدفنته موجودة هنا في الكنيسة، على اعتبار الكنيسة كانت في الأساس كنيسة تخص المدافن. وبرضه من معالم الكنيسة اللي أخذت بركة المكان، أخذ بركة واحد زي عباس الغالي 1994 نياحة عباس الغالي. ساعتها جابوه هنا دفنوه فترة لغاية ما يعدوا له المقبرة أو المزار بتاعه اللي هو في كنيسة العذراء. فالكنيسة هنا أخذت بركة عباس الغالي لأن نياحته كانت 1994. ما كنتش أنا لسه جيت هنا، أنا جيت سنة 96. في سنة 96 اتنيح الشيخ عازر، والاثنين ليهم مدافن موجودين هنا. بعد كده مسك الكنيسة او بقى مسؤول عن نظارتها الخواجة جرجس جاد الرب، وابتدى اول ما مسك ابتدى يعمل شوية انشاءات. بدينا بمبنى خدمات في سنة 2013 هنشوفه دلوقتي، اللي هو فيه كنيسة تانية على اسم الأنبا كراس، والكنيسة دي مدشنة وتم تدشينها في عهد نيافة الحبر الجليل الأنبا بضابة سنة 2024، مجرد توالي 15/7/2024. كان أول تدشين لنيافته يكون في الأبروشية كان عندنا احنا. وبعد كده ابتدت الخدمات. وقبل الكنيسة دي كان السور كان مبني بالطوب اللبن والطين. ابتدى سنة 1998 اهتم بالموضوع ده الخواجة جرجس، وبنى السور العالي اللي احنا شايفينه دوت قدامنا في الكنيسة، حفاظا على أمن الكنيسة وسلامتها، وتحفظا انه يحصل اي حريق اخر تاني. وابتدت بعد كده واجهة الكنيسة اللي احنا شفناها. الكنيسة ليها منارتين، في منارات كانت كملت ومنارات لسه، وقعدت سنين طويلة لغاية ما ربنا اراد ساعة اللجنة البابوية وابتدينا عمل فيهم الشغل الى ان تم الانتهاء من المنارتين وتشطيبهم وبياضهم سنة 2025 اللي هي العام الماضي، السنة اللي فاتت. والمنارات بقيت على الشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي في الكنيسة. الكنيسة هنا يعني عمرانة بشعبها. الكنيسة هنا فيها مميزات، فيها ميزة بتحافظ عليها، وهي القربان. كتير بيتصارع ان يجي ياخد القربان هنا من قربان الأنبا شنودة، له طعم خاص ومميز في قلوب المصلين وكل محبين الأنبا شنودة، من ناحية ان احنا لسه محافظين على ان القربان بيتعمل في فرن بلدي بيديله طعم افضل، وما زالت وهنوريكم دلوقتي قلاية القربان وفيها الفرن البلدي اللي الكل بيتصارع وبيجي ياخد بركة القربان هنا، لانه بيرجعوا الايام الزمن الجميل، زمن البساطة والزمن الحلو. الكنيسة برضو عندنا هنا فيها كانت تعمل مائدة تجمع فيها ليلة عيد الأنبا شنودة أو يوم عيد الأنبا شنودة، تجمع فيها كل القيادات، قيادات إنا والقيادات السياسية والقيادات الدينية والقيادات الإسلامية، وكان الكل بيتجمع في اليوم ده لغاية ويبقى فيه وليمة كبيرة الكل كان بيحضرها. فلدرجة اتشهد عن الموضوع ده سنة 1992 وكتبت الجرايد إن الوحدة الوطنية اللي بتقوم بيها كنيسة الأنبا شنودة كان لها دور فعال، وابتدوا يتكلموا والأمن يتكلم والدولة ابتدت تتكلم وكل القيادات المعنية ابتدت تتكلم عن الوحدة الوطنية دي. ونشكر ربنا احنا في محبة بيننا وبين اخواتنا المسلمين المجاورين والقريبين والبعيدين، وديت من عهد نيافة الأنبا كورولوس المتنيح أسقف ناجي حمادي. الكنيسة هنا اتبنت في عهد نيافة الأنبا مينا مطران جرجة وبهجورة وفرشوت سنة 1910، دي كانت البداية. وجه سيدنا الأنبا كورولوس في 1977 وابتدى يكمل المسيرة إلى أن أتى الأنبا بضابة ودشن لنا برضو كنيسة الأنبا كراس فوق ككمالة خدمات نيافة الحبر الجليل الأنبا كورولوس. الكنيسة تقريبا قعدت حوالي 62 سنة، وبعد كده تم حريقها. قلنا اتأسست 1910 وتم الحريق سنة 1972، يعني 62 سنة كانت كنيسة مقابر أو كنيسة مبنية بالطين والطوب اللبن. ولكن بعد سنة 1973 حصل الكنيسة اللي احنا شفناها بوضعها الحالي.
دي أيقونة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، اللي هي برضو نجت من الحريق، وكان مهتم بيها أو بعملها القمص جرجس أستاسيوس، ومكتوب عوض يا رب من له تعب في ملكوت السماوات، ومترخة سنة 1918 اللي هي السنة اللي قدمت فيها الأيقونة دي بتاعت الأنبا شنودة دي، وأيقونتين الصليبوت والقيامة. دول الثلاث أيقونات اللي نجوا من الحريق، وحجاب الهيكل اللي احنا شفناه زي ما هو اتحط تاني على الكنيسة الجديدة. دي من ضمن الايقونات اللي ربنا ما سمحش ان هم يحصل لهم ضرر من الحريق، ايقونة الصليبوت وايقونة القيامة، وفي بره ايقونة في مقصورة بتاعة الانبا شنودة. دول الثلاثة اللي ما حصلهمش اي ضرر، حتى عشان نعرف ان الايقونات دي يعني ليها زمن مكتوب عليها هنا ينتمي هذا او يعني المهتمين بهذا قداسة الاب الجليل القمص جرجس أستاسيوس، ويعوض يا رب عليه. وهنا برضو نفس القصة، القمص الحبر الجليل القمص جرجس أستاسيوس، ونفس الدنيا اللي هم كانوا قلنا عليهم أسسوا الكنيسة، فأدي مكتوب. وهنا دي أيقونة الصليبوت بناخدها نزفها في يوم الجمعة العظيمة، فبتتزف الأيقونة دي ساعة بعد ال 400 مطنية، وبنقوم بزف أيقونة الصليبوت، وهي بتشرح السيد المسيح مصلوب وحواليه اللص اليمين واللص الشمال اليسار، والمريمات اللي واقفين تحت الصليب. سورة القيامة بنزفها في الخمسين بعديها، ودي بتوضح إن المسيح وهو قايم من القبر، وإن الملاك بعد قيامته دحرج الحجر عن باب القبر بعد قيامته وليس قبل. هنا المسبح الرئيسي اللي هو على اسم شفيع الكنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وده اللي بتتقدم عليه الصلوات والقداسات. وهنلاقي فيه مسبحين جانبيين، مسبح البحري باسم ماري جرجس، والمسبح الإبلي باسم السيدة العذراء، ودول الثلاث مذابح اللي موجودين في الكنيسة اللي تحت. وفي فوق في البلكون، نهاية البلكون اللي فوق، في مسبح على اسم ماري مينا العجيبي. ده الأربع مذابح اللي تخص كنيسة الأنبا شنودة تحت. احنا هنا حاليا في كنيسة الأنبا كراس، والكنيسة فيها 3 مذابح، المذبح الرئيسي باسم الأنبا كراس، والمذبح الإبلي باسم القديس العظيم أنبا بشوير، والمذبح البحري باسم البابا كارولوس. 3 مذابح في الكنيسة. الكنيسة دي اللي قلنا عليها اتدشنت سنة 2024 بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا بضابة، ودي كنيسة متكاملة من كله، مدشنة أيقونات وأيقونات السقف والحجاب، وكل شيء فيها مدشن لغاية باب الكنيسة.